السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هبتدي اليوم معاكم كده من ليلته كده قبل الفجر. دي كانت بورتريهات كنت جايباها وقلت هعلقها معاكم وكده. بصوا، انا نقلت الاوض، انتوا كنتوا معايا وانا بنقل، مش فاكره انا نزلت الفيديو ده ولا لا. بس لما نقلتها التلفزيون الصغير انا بحطه في اوضه الاطفال، فطبعا راح معاها، فالدنيا باظت بقى في الحيطة ديت. فقررت ان انا هحط التابلوهات هنا عشان ما يبقاش شكلها وحش يعني، عشان ما يبقاش شكلها حلو. بنحط الاول الدبل فيس كده، طبعا هما لازم يحطوا معايا. حطيت هو بصوا كان عرض حلو قوي. بيبقى واحدة المقاس دوت وبيبقى معاها 3 كمان. مقاسين ايه، ال3 مقاسهم مختلف، فانا جبت من العرض ده 2 عرضين. أي سوا كان سعر العرض عبيط قوي، كان ب100 جنيه، كان حلو قوي سعره. نعم. فقلت والله لا، انا عامله 2. بعد كده دخلت بقى اتعشينا ونمنا. صحينا الصبح لقيت جوزي بيقول لي يلا ايه، عندي شغل في القاهره، تعالى بقى ايه انا اخدكم معايا. وش الفطر السينمائي؟ فقلنا له ماشي. بفرح قوي بالسفر، مش بالحته اللي انا رايحاها، انا بفرح بالطريق، يعني طريق ونشغل شويه اغاني كده ونشرب قهوه، ناكل حاجه خفيفه على الطريق. فانا عندي الحاجات دي بالدنيا والله العظيم. هنا كنا لسه طالعين من بورسعيد. الطريق حلو قوي. الطريق اصلا من بورسعيد للقاهره دلوقتي بقى يعني بقى سهل، بقى حوالي ساعة ونص بالكتير قوي بتكونوا في القاهره لو ما كانش فيه زحمه او اي حاجه. احنا كنا مسافرين يوم سبت تقريبا، فالدنيا كانت مش زحمة قوي يعني. سبت او حد، لا سبت، عشان قطو ما كانش عنده حضانة اليوم ده. قطو هتصحي ديدا. مش بتتفرج؟ اقفله؟ تتفرج عليه ولا اقفله؟ تتفرج على التلفزيون ولا اقفله؟ اقفل النت. ايه ده يا قطو؟ ايه ده؟ مايل عايز ايه؟ هنا كنا دخلنا القاهرة بقى. احنا اسمه كنا ايه؟ مسافرين متأخر اصلا. كنا كانجرو. مسافرين الساعة ماشي، 3 تعال نشوف تقريبا، شكل تاني. وصلنا هناك 5 إلا. ايه فجوزي نزل ده؟ بقى ايه يعمل ده؟ ايه شغل وكده، الشكل ده يا قطو؟ فالعمارة دي كان ايه فيها حاجات الشكل ده؟ حلوة انا مش قوي. عارفاه. في السوق قعدنا بقى ايه، نشوف خفاش اهو، الاشكال. دي عصفورة. عصفورة. بس بس ده ايه ده بقى؟ ده اخطبوط هنا فين سوفي فوق جوه. ايه يابا ايه ده يا قطو؟ تور. لا ده خروف، ده خروف. خروف. طب ايه ده؟ ايه ده يا قطو؟ دي ايه دي بقى؟ دي نونو؟ لا نمو دي بنت بنوتة. نانوتا ده ايه اسمها ايه؟ بيرة أوي بيرة. كبيرة قوي. اه والبنوتة نانوتا. ده ده؟ لا مش عارف. بودي مان. ده سبايدر مان؟ اه مش عارفة والله يا قطو. ده طايرة. ده والله ما انا عارفة. انت عرفتها. ده مش عارفة ده ايه. كنكوت. حد جنب بيرقص ازاي؟ كده ارقص كده زيه. وريني، استنى ما افتح يلا ارقص زيه. لا ده ده مش عارفة يا قطة ده ايه ده. أوي. كده بيعمل كده. اه ايه ده ماما ايه ده ده رعد ده باين، ولا ده ايه ده؟ ده مش هتعرف انت. ده رعد شتا. ده صقر. لا لا ده صقر. صقر اه، ده سهل. صح ماما. طب دي عصفورة. بص هذا تعمل ازاي؟ كده شاطر. نعم.
هتشربها. قهوة بتاعت الكبار. قطو بيشرب ايه؟ صح، قطو يشرب حبة، لكن ما تشرب ايه؟ قهوة. شاطر. حبة دي اللي هي العصير او بيبسي او اي حاجة عادي. انا عادي بشرب عيالي بيبسي عادي يعني. يا جماعة تقولوا لي غلط، انا عارفة انه غلط والله العظيم، بس وانا صغيرة كنت بشرب بيبسي برضو يعني. ماما قالت لي ان وانا صغننة قوي كنت بحب البيبسي قوي. ما مش بحلل الغلط، بس هم عامة انا مش هحرمهم من حاجة. حتى يعني هو هتضر وكده، تقولي لي مش هحرمهم من حاجة بس هتضرهم، لا مش يعني لو بكميات معقولة عادي. انا اصلا بديله الكوباية بتاعته نصها او اقل من نصها كمان بيبسي، ف عادي يعني. هو طالع زيي هو واخته. اما انا لما باكل ما بعرفش اكل غير لما اشرب حاجة جنبها. مؤخرا اتعودت ما اعملش الحوار ده لان بقيت بشبع بسرعة. هما بقى لسه ما تعودوش يعني. بنحاول نعودهم واحدة واحدة يعني. هنا كنا في نفق طويل قوي، وخرجنا من القاهرة بقى، فجوزي عارف اكتر حاجة انا بحبها، قال لي تعالي اعمل لك مفاجأة، وراح وداني هايبر. فهو قال لي اصلا كان عايزنا نتغدى في حتة كويسة وكده، بقينا بدام رحنا القاهرة والكلام ده. قلت له بص بقول لك ايه، احنا نروح ندفع لنا 700 800 900 جنيه في اكلة؟ لا لا ده رايح ناقص. فين؟ تعالى احنا اصلا في عروض الفرايداي بدأت وكده، الجمعات اللي هي بتاعت نوفمبر دي كلها، فتعالى نشوف هايبر بيقول ايه. رحنا هايبر بقى نشوف بيقول ايه وكده. كان في عروض حلوة جدا، فجبنا كام حاجة كده. طبعا هما ما كانوش مريحين عقلنا. بصوا ما كانوش مريحين عقلنا خالص. ابني عايزة اقول لكم كان مالي الديسك بتاعها يعني. بصوا كل شوية هتلاقوا ابوه بيديني حاجة في ايدي عشان اخدها بعيد عن الكاشير. بصوا عمال يجيب حاجات مقاطعة ومش فاهم اي حاجة. دي هنا كان فاكرها شوكولاتة، قلنا له دي جبنة اصلا هافش كريم مقاطعة. فابقى فاكرها شوكولاتة بيضة. يعني. وبعدين هتلاقوا طلع حاجة تانية، كان برينجز باين. برينجز. بصوا بروح احط فين. كنت بروح احط هناك. لا دي جبنة مش الوقت هنا احنا كانت الساعة كام؟ مش عارفة كانت الساعة كام. هنا احنا وصلنا الساعة 10:15. ده قولوا قبليها بساعة او حاجة. ابني هنا كان عمال يخبط في خلق الله. قلنا بقى ناكل حاجة خفيفة كده قبل ما نمشي، اني جوعنا طبعا. فجبنا سلايزات بيتزا. سلايس كان 50 60 كده، وما شاء الله كبير مشبع يعني. انا كلت بتاعتي انا وبنتي، وكريم اكل بتاعته هو وقطه بس. وبقى بس يعني فعلا مشبعة جدا، وسعرها حلو قوي. انا اصلا اول مرة اعرف ان الهايبر بيعمل بيتزا وكده. جوزي عشان شغله رايح جاي عليه فحافظه بقى. رجعنا بقى هنا، كنا راجعين بورسعيد. فطبعا سجدة شكر مهما كان اليوم حلو. الواحد لما بيرجع مكانه يعني الواحد ما بيرتاحش الا في مكانه. فكان يوم خفيف وحلو كده، وانا قلت اخدكم معايا فيه. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.